السلام عليكم. غادي نعاود لكم قصتي وبلا سبة نعافاكم. انا عارفاكم هتلوموني. كان الحلم ديالي هو نتزوج وندير وليدات، هذا هو الحلم وهذا هو الهدف اللي كان عندي في الحياة. خرجت من قرايتي وجلست في الدار، من بعد حتى شي واحد ما كيسول فيا ولا كيديها فيا حتى وصلت ل 25 سنة. قررت انني نخرج نخدم ونخرج من هاد الاكتئاب اللي انا فيه ونسى عليا هاد الزواج كاع. ما كنتش عارفة السبب اللي ما خلى حتى شي واحد انه يسول فيا، واخا انا زوينة ولا يخطبني ولا يقرب مني، واخا اي واحد يتمناني. كنشوف البنات صغار مني وقدي كل شي كيتزوجوا، وانا غير ما كنزيد ندخل في اكتئاب. فقررت انني نخرج نخدم، انا قررت نخرج نخدم كما قلت لكم وندخل في واحد الحاله اللي زوينه، ومن بعد نغير من نفسي ونطور من راسي وما نبقاش في الدوامه هذه اللي انا فيها اللي تابعه غير الزواج. المهم خرجت قررت انني نخدم. صافي دخلت لواحد الريستون. من بعد بقيت كنغسل المواعن. كان مهم كندير الميناج كندير كلشي. وليت كنشوف ناس جداد، تعرفت على عقليات جداد وباللي الزواج ماشي هو كلشي. ومازال ما فاتنيش الحال، وعرفت باللي كنت بحال راني دافنه راسي بشي حفرة، ما عارفاش في العالم حتى شي واحد. حتى خرجت نخدم عاد عرفت ناس جداد وعرفت الناس كي دايرين، وقلت الحمد لله على سلامتي مني قدرت انني نخرج من هاد الاكتئاب هذا. حتى لواحد النهار وانا خدامه حتى كنشوف واحد السيد كيشوف فيا. صراحه عجبني الحال وقلت اخيرا شي واحد كيشوف فيا. المهم بقيت كنضحك غير مع راسي. صافي ما ديت ما جبت فيه، بقيت خدامه حتى ولا هاد الشي هذا عندي يوميا كيوقع معايا. كل نهار كنشوف هذاك السيد في نفس البلاصه وكيشوف فيا. وملي كنكون خارجه غادا في حالتي للدار كيبقى تابعني وكيركب معايا في الطوبيس لدرجه انني ولفته. بقيت ديما ملي كنكون غادا في حالي خصني نبقى نقلب عليه بعينيا نشوفو تابعني ويطلع معايا في الطوبيس. تعجبت الواحد بحالو يشوف فيا، زعما انا م- ماشي شي حاجه واعره. والسيد تبارك الله الطوله والقلده والزين وكل شي باينه فيه لاباس عليه. اللي ما فهمتوش هو علاش كيركب في الطوبيس ومخلي طوموبيلته، علاش كيتبعني. عييت، حاولت نعرف السبب، ولكن ما عمرني ما زعمت عليه وهضرت معاه. قلت نشري حويجات زوينين حتى انا ونبان كلاس. حتى لواحد النهار قديت راسي مزيان ولبست مزيان، ولكن فاش خرجت كاع ما لقيته. صراحة ما عجبنيش الحال. تمنيت كون شافني في هذاك الشكل هذاك وانا مقاده ولابسه مزيان ومهليه في راسي. تميت غاديه حتى كنسمع الكلاكسون ورايا. فاش درت وانا نلقاه هو، قال لي هدى واش يمكن لنا نهضروا شويه. انا الصراحه تعجبت كيفاش عرف سميتي. واش غنقول لكم، ما بغيتش نطلع معاه في الطوموبيل خليته وزدت. السيد نزل من الطوموبيل وجرني واحد الجره حتى بديت كنقول ليه حيد يديك بعد مني، شكون نتايا اللي جرني بهذه الطريقه. هو مني شافني هكا كنغوت، شاف الناس كيشوفوا فينا، هو يطلق مني. ومن بعد هو يقول لي عافاك راه بغيت غير نهضر معاك، راه ما غنقول لك حتى شي حاجه، راه ما غنأذيك ما والو. المهم بقى مصر بانني نهضر معاه. المهم انايا قلت غنطلع معاه واللي ليها ليها. صراحه داني لواحد البلاصه خاويه، وانا كان عزيز عليا الجو ديال الطبيعه. صراحه ما عرفتش علاش ما خفتش منه، يمكن واقيلا حيت ولفتو دائما كيتبعني وديك الشيء. المهم فاش مشينا لديك الطبيعه جا عندي وقال لي انا كنعرفك واليوم غادي نعترف ليك في بزاف ديال الحوايج. قال لي انا كنبغيك بزاف شحال هذه غير كانت الظروف وسكت. قلت ليه كيفاش؟ قال لي الظروف انا غنعاود لك كل شيء غير بشويه. قال لي انا سميتي مهدي وكنت كنعيش في هولندا، وكان ضروري هاد 8 سنين نخدم فيها ونقاد شي امور، وانا عارفك انتي ما غاديش تصبري، عارفك غتزوجي وما غتصبريش عليا تسنايني. هذاك الشيء علاش درت هاد الشيء. واللي صدمني هو كان في اي نهار كنعيشو كان كيصورني داير عرام ديال التصاور ديالي، نتسخر الحانوت نمشي معاهم للسويقه، نمشي للمدرسه، نمشي للخدمه. المهم مراقبني ديال بصح، عارف عليا حياتي اكثر من اللي عارفاها انا. بقيت مصدومه من هادشي اللي دار.
وفي نفس الوقت كان كيهضر معايا بواحد الفيسبوك ديال بنت، كانت صاحبتي ديما كنعاود ليها الأسرار ديالي، أي حاجة كتخصني كنعاود ليها واخا ما كنعرفهاش بزاف، هي كانت دايرة ليا الخاطر بزاف، في نفس الوقت كانت تصيفط ليا الفلوس، ما كنتش أنا صراحة محتاجة ليهم ولكن واخا هكا كتصيفطهم ليا. ولكن كانت تتقول لي أنا من عائلة لاباس عليها وما محتاجاش الفلوس وأنتِ صاحبتي وبغيت نعاونك. اش غنقول لكم، أنا تصدمت بكثرة ما عاود ليا هاد الشي، أنا تصدمت ما بقيت عارفة راسي من رجليا. صراحة بقى فيا الحال بزاف من هاد الشي اللي عشت، لأن عشت الاكتئاب وعشت المرض وعشت بزاف ديال الحوايج بسببه هو، حيت هو فكر غير في راسو هو ما فكرش فيا أنا في حالتي النفسية كيفاش غتكون وما عمرو ما جا عندي وصارحني. عمرو ما صارحني باللي أنه كيبغيني ونقدر نتسناه. كنت تاخد غير واحد الخطوة وجا لعندي وهضر معايا وقال لي تسنيني حتى نجي، نقدر الوضع يكون مختلف على دابا. ولكن هو فكر أنه يدير هاد الطريقة هادي وبغى يختار هاد الطريق هادي، ديال أنه يمنعني من أي واحد. ملي كنت كنعرف شي ولد ولا شي حاجة كنصيفط ليه تصويرته على أساس أنه هو، ولكن هو كان تيقول لي عطيني النمرة ديالو عطيني الفيسبوك ديالو باش أنا ما كنت ديما كنجيب الصراحة، حيت كنت صاحبتي وكنثيق فيها بزاف، كنت كنعطيها كلشي. وهداك السيد ولا داك الشخص اللي كنت كنكون كنهضر معاه ما كيعاودش يهضر معايا مازال من هداك النهار، واخا نبقى نصايفط حتى نعيا، كاين كيبلوكيني، كاين اللي ما كيجاوبنيش كاع. صراحة تكرفصت بزاف، حياتي كاملة وأنا عايشة بحال هكا. كنت كنقول علاش شي واحد ما تيهضر معايا، كنت كنشوف أي وحدة كتعاود ليا دوزت علاقة مع واحد السيد ومن بعد جا تزوج بها، أنا كنت كنقول علاش حتى شي واحد ما كيصدق ليا، علاش زعما شنو السبب اللي كيخليني حتى واحد ما كيهضر معايا. تعقدت من هاد الناحية هادي، ما بقيتش حاملة الزواج، ما بقيتش حاملة العلاقات، ما بقيت حاملة حتى شي حاجة. من بعد بقى كيهدم فيا وكيقول لي شوف انا راه جيت بغيت نتزوج بك، انا راه باغيك وبغيت حياتي كلها تكون معاك وبغيتك تكوني حلالي وانا ما عمري ما بغيت ناذيك. ولكن هذا هي الطريقة اللي لقيت بانك تقدري تسنيني. انت كتشوفي انا دوزت 8 سنين في الغربة وانت ما كنتيش غتسنيني تنوجد راسي. من بعد قلت ليه اش باغي مني، قال لي انا باغيك الحلال وباغيك نتزوج بيك وما نقدرش نبعد منك، انا تنحماق عليك وتنتسطى عليك من صغري. وقال لي بانه عمره ما نساني، من نهار شافني قال لي ما عمري شي نهار قال لي ما فكرتش فيك. المهم انا دابا جيت باش نبداو طريق جديده انا وياك ونتزوجوا، قطعته وقلت ليه انت سبابي في هذا الشيء كامل اللي دوزت. قال لي انا درت ليك هذا الشيء هذا باش حتى شي واحد ما يشوف فيك وتبقاي لي انا بوحدي. بقيت كنضحك بواحد الاستهزاء وفي نفس الوقت بواحد التعجب ومعصبة. ويلي بقيت تنقول حتى الدراري تيسحروا. قال لي لا انا خاطيني هاد الشيء ولكن انت السبب. انا الصراحه ما قدرتش نصبر، انا صراحه ما عجبنيش الحال التصرف اللي تصرف معايا، خلاني كنعيش المعاناه. قال لي هدى سمحي لي بزاف ولكن انا تنبغيك وما بغيت حتى شي واحد يديك ليا، تعطل الحال ولكن سمحي لي عافاك وعارف راسي انني تعطلت عليك. المهم بقى كيرغب وكيزاوق فيا وكيقول لي سمحي لي، انا شفت تعيت ولقيت راسي ما فيها باس الا سمحت ليه. شنو فيها الا سمحت ليه؟ السيد كان كيبغيني وما فكرش انه يقدر يكون، واخا الصراحه القلب ديالي ما كانش باغي يسمح ليه، ولكن ما عرفتش راسي واش نضحك ولا نبكي. وانا عاد يلاه قلت غنبدا في الحياة ديالي جديدة، غادي نخرج حتى كيبان ليا هاد المشكل قدو قداش. حاولت انني نسد هاد الموضوع كاع ونبدا من جديد، صافي عطيته فرصة. صراحة ما كانش مخليني مختصة حتى من شي حاجة، اللي حليت عليها فما كيجيبها ليا. وخا في الصراحة كنت كنتعامل معاه ببرودة، حيت ماشي ساهلة نكون عايشة واحد الحياة ويجي يدخل لحياتك واحد السيد ما كتعرفيش ويقول لك انا درت لك هادشي كامل وتسمحي ليه. المهم ما عرفتش واش كانت فيا انانيه من حيت كان لاباس عليه، قلت زعما يوفر ليا كاع داكشي اللي انا محتاجه ليه وانا ما خدامه ردامه وفي نفس الوقت الخارج، يعني غيديني على برا نقدر تما نضمن مستقبلي وشحال من حاجه. وفي نفس الوقت كنت كنفكر في واحد الناحيه وحده اخرى حيت العقل ديالي مشتت. تنقول يقدر يستعمل معايا هادشي ديال السحر حتى ملي نتزوجوا ويبقى يخليني تحت السيطره ديالو. الصراحة كنت كنقول زعما عمرني ما نقدر نتحرك لا هاك ولا هاك نبقى تحت الإرادة ديالو. هذا سميتو حب الهوس، كان مهووس بيا لواحد الدرجة كبيرة. أنا الصراحة ما كنتش كنلومو، ولكن يكون مهووس بيا بهذيك الدرجة كاملة
كان صعيب عليا أنني نتقبّلها. صافي اش غنقول لكم، بقيت كنفكّر لهاد الشي اللي كيقول ليا، قلبي كان فرحان بزاف، ما عرفتش حتى أنا وليت كنبغيه ولا كنت مرفوعة ولا حيت كنت ولّفتو، ما عرفتش اش نقول لكم. منين قال ليا بأنه غيتزوّج بيا بحال فاق ليا هداك الحنين ديال الزواج، وداك الشي اللي عيشني كان صعيب عليا. أنا زوينة وكان عندي أنا حقي في الزين، علاش حتى شي واحد ما ساومني، علاش حتى شي واحد ما هضر معايا، علاش حتى شي واحد ما قرّب أنه يتزوّج بيا. في الصراحة عجبني الحال حتى أنا أخيرًا غادي نتزوّج وغندير داري ووليداتي، ولكن في نفس الوقت كان كيجيني ديك الهضرة اللي كان كيقول ليا وديك المسألة اللي دار ليا وهاد ال8 سنين اللي عذّبني في حياتي، النهار اللي بديت كنعرف إلى يومنا هذا. ودابا اش غنقول لكم، دابا أنا تزوّجت به وعايشة بخير وعلى خير، ولكن في نفس الوقت ما عمرني ما قدرت نتخطى هاد الشي هذا. داك الشي علاش قررت أنني نشارك هاد الأزمات اللي دوزت مع البنات. شحال من وحدة تقدر تكون واقع ليها بحالي وما عارفاش. إلا كنتي حتى شي واحد ما كيهضر معاك، حاول تجري على راسك ودير الرقية الشرعية ودير القرآن، وهاد الشي راه غينفعكم في حياتكم. نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هاد القصة. هاد القصة اللي عاودت ليكم اليوم قصة حقيقية وقعت مع واحد السيدة، تقدر تجيكم من الخيال ولكن حتى شي حاجة حيتنا في هاد الدنيا حتى شي حاجة مستحيلة، أي حاجة تقدر طرا. الله يكتب علينا وعليكم مكاتب الخير، والله ييسر للجميع، الله يسهل على الجميع، والله يهدي ما خلق. وبسلامة عليكم، أحبكم في الله. ما تنساونيش من واحد اللايك، واللي ما مابونيش في القناة يتابونا باش يوصلكم الجديد ديالي. وتنشكركم بزاف، الله يحفظكم ليا، بسلامة عليكم.